ومزايا ايضا. أكيد أكيد طبعا هنتعرض اللي احنا وصلنا له من خلال الإصلاح ده، بس خلينا نبدأ مع ملف الطاقة والوقود. وطبعا كلنا تابعنا التوترات الجيوسياسية والصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، وإزاي ده أثر على أسعار النفط عالميا. طبعا ده كان ألقى بظلاله علينا في مصر، وشاهدنا زيادة أسعار الوقود. هل حضرتك شايف إنه الزيادة دي كانت حتمية، ولا الحرب كانت شماعة بالنسبة لنا لرفع الأسعار؟ هو احنا بس مصر بس اللي رفعت اسعار الوقود ولا العالم كله رفعه؟ دي العالم الاجابه. أكيد. اذا كان العالم رفع يبقى احنا مش شماعه. اذا انا رفعت انا في مصر وبقيت دول العالم ما رفعتش تبقى شماعه. انما النهارده ده السعوديه رفعت، الامارات رفعت، الولايات المتحده الامريكيه اللي هي مصدر للبترول ومنتج ومعاها بترول فنزويلا كمان رفعت بنسبه يمكن وصلت ل 30% في بعض الولايات. بالتالي لا، انا تبقى مشكله لو ما رفعتش. لان لو لم نقم برفع اسعار الوقود، ولو لم نقم بضمان مرونه لسعر الصرف، وسيبنا الجنيه ينخفض شويه، ده كان المستثمر هيقول ايه؟ ده الدوله بتدعم الجنيه من الاحتياطي، ده الدوله بتدعم سعر الوقود من الاحتياطي، وطالما بتدعم من الاحتياطي نصيره هيخلص، فنلحق بقى نشتري دولار بسعر رخيص علشان كده هيغلى. لكن هوب هنلاقي سوق الصدى ظهرت خلينا تاني. نتكلم بلسان المواطن شويه، لان هو بيقول لك انه احنا مالنا، احنا مش طرف في الصراع اللي حاصل. يمكن الخليج شويه، والكل طبعا تابع وعارف اللي بيحصل. الحكومه طلعت قالت انه نتيجه ما يحدث احنا هنزود الاسعار، فعاوزين نعرف المواطن على اي اساس احنا قمنا بده، لانه البعض بيشوف انها يعني السبب الحقيقي ليها هي التزامات صندوق النقد الدولي. طب خلينا بس من الصندوق. هو دلوقتي سعر البترول في السوق العالمي ارتفع. ارتفع ولا ما ارتفعش؟ اكيد طبعا. هو خلاص ارتفع. مين اللي هيدفع الفرق؟ ما هو انا اللي هدفع الفرق في كل الاحوال، وانا مواطن. أكيد. هي حاجه من اتنين، يا اما ادفعه بصوره مباشره ان اسعار الوقود ترتفع عليا، يا اما ادفعه بصوره غير مباشره ان الحكومه تستلف علشان تدفع الفرق، وانا برضه الديون محمله عليا انا كمواطن. فانا في كل الاحوال انا اللي هدفع، بسبب بسيط جدا ان انا دوله مستورده للطاقه، انا مستورد للغاز، انا مستورد للبترول. بطبيعه الحال لما هيرتفع هناك فرق سعر، يبقى بطبيعه يعني فكره بقى ان الدوله حركت اسعار الوقود. ولسه على فكره هي ما وصلتش يعني التكلفه الحقيقيه، ولا زالت اسعار الوقود بيتم دعمها، بس هي كانت مضطره لكده فعلا. لكن هل هترجع؟ ما هيجي يقول لي ايه، طب ما البترول هينخفض، يبقى الدوله هتقلل اسعار ده سؤال مهم جدا. هل فعلا ممكن تتراجع عن القرار؟ انا بقول لك لا. مش من مصلحتي انا كمواطن ان البنزين ينخفض. انا من مصلحتي ان المرتب يزيد، لان احنا عندنا النهارده لو انا خفضت سعر الوقود بلاقي اصحاب السيارات الملاكي هم اللي بيستفيدوا، لان هو راجل بيروح محطه البنزين بيشتري بنزين اقل فهو يستفيد. لكن اذا كنت انا ما عنديش سياره، والراجل اللي رفع الاجره بتاعه السيرفيس او بتاعه المواصلات بصفه عامه، هل النهارده لما البنزين ينخفض او السولار ينخفض هو هيقلل الاجره؟ لا. طب العياده اللي رفع سعر الكشف، طب المدرس اللي رفع سعر الدروس الخصوصيه، طب ايه ده؟ فين هل الناس دي هتخفض من اسعارها؟ لا مش هتخفض. السوق عندنا ما بيسمح وعنده مرونة كبيرة جدا في الارتفاع، بس صعب جدا ان هو يتراجع في الاسعار. يقوم علاجها ايه بقى؟ علاجها الوفرات المالية اللي هتتوفر بعد كده لما البترول سعره يقل، ويكون هناك وفرات مالية في الحكومة ووفرات المالية للقطاع الخاص، نبدأ نحسن فيها المرتبات.